تعالَ ناخد شوية أخبار على السريع عن النادي الأهلي. خسور فيرو المدير الفني الجديد للأهلي وصل القاهرة برفقة كارلوس نودار مدرب الأحمال. الأهلي لا يمانع تواجد علي معلول في كأس العالم، لكنه في انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن عدد الأجانب. إذا تم زيادة عدد الأجانب سيتم ضمهم في كأس العالم. مسؤولي الأهلي تحدثوا وديًا مع زد بشأن مصطفى العش، وزد طلب الحصول على $1,000,000 نظير بيعه. الأهلي يحدد سعر بيع أحمد عبد القادر ب$2,000,000 ولا يمانع في الإعارة بنية الشراء. الأقرب لرامي ربيعة حتى الآن خروجه من الأهلي بسبب إصرار الأهلي على عدم رفع العرض. الأهلي يسعى لضم عمرو الناصر وياسين مرعي لاعبي فاركو قبل مونديال الأندية لتدعيم صفوف الفريق، وفاركو لمنع في انتقال الثنائي إلى النادي الأهلي وهناك تقارب في الأمور المالية. نادي الوقرة رفض طلب النادي الأهلي المصري بشأن التعاقد مع اللاعب حمدي فتحي بشكل نهائي، متمسكا باستمراره ضمن صفوف الفريق. فريقنا يواصل تدريباته اليوم للمباراة أمام البنك الأهلي يوم السبت القادم على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساء. اليوم لجنة الاستئناف تعلن عن قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة. اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ترفض زيادة عدد الأجانب الذي طلبه الأهلي مؤخرا لدعم الفريق بقوة قبل كأس العالم للأندية بسبب أزمات الزمالك والإسماعيلي ومنعهم من القيد، لكن عدد الأندية تمسكت بمقترح زيادة الأجانب وسوف يتم مناقشة الأمر مع اتحاد الكرة يوم 20 مايو. منتخب مصر للشباب يلاقي المغرب في نصف نهائي أفريقيا يوم الخميس الساعة 9. مستني إيه بقى؟ لو مش متابعني ويهمك أخبار الأهلي يوميا، تابعنا ومش هتخسر أي حاجة.